تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي، وحشني ان انا اقف الوقفه دي، وحشني اتكلم معاكم جدا. شوفوا، مع ان النهارده اليوم مليان حاجات كتير، والمفروض ان انا حتى لو بصور في العادي او منتظمه في تنزيل الفيديوهات ما نزلكمش النهارده، ومع ذلك قلت لا، لازم انزل فيديو النهارده. صحيح، حابه اشكر البنوته دي اللي هي نونا او نور. بنوته لطيفه جدا وانا حبيتها جدا. ولو عايزين تطلعوا في الفيديو اللي جاي فاكتبوا في الكومنتس تحت وانا هطلعكم الفيديو الجاي. المهم ان انا غسلت بشرتي بالغسول اللي فيه ساليسيليك اسيد، قدام هحطلكوا صورته، واستخدمت شان سوزنج جل وسنتيلا من 104 تحفه للتفتيح، بس صراحه مش بعتمد عليه لوحده. المهم حطيت يعني ساليسيليك اسيد على وشي من ديرماتين، واللي بعتمد عليه جنبه دكتور ألسيا تحفه، فيتامين سي بتاعه حلو قوي. بعدها حطيت جلايكوليك اسيد بس على قرطي، وبعدها استخدمت فازلين ليب بالم ولبست. الحقيقه ان انا لبست وهوريكم الاوتفيت، بس استنوا خلينا نسرح شعري لان انا بجد متاخره. بدات على طول افك الضفيره عشان اسرح شعري تسريحه جديده. انا قصيت شعري يا جماعه، ولو لقيت صوره هحطها لكم هنا، لو ما لقيتش فمش هحط لكم حاجه. وكان تقريبا لحد يعني نص ظهري، وكان قصير جدا جدا جدا، ده تقريبا على شهر 4 اللي فات. فلما طولته رجع تاني لتحت ظهري بشويتين 3 كده بكتير. كان ده السبب اكيد، يعني مع ان انا محافظه على اكلي شويه، بس انا في الاكل بقطع كتير جدا، فطبعا كان ده ليه يعني حاجات كتير جدا، طبعا مع الاهتمام بالحمام الكريم وكده، واهتمام بصحتي. بس طبعا ده نمبر 1، ده بجد اكتر حاجه طولت لي شعري، وهو وجو لونج. بس انا شفت ده من ده نتيجه اكتر من ده، فالاتنين عملت لهم ميكس، ده مره الصبح مره بالليل، مره الصبح مره بالليل. شفت منهم نتيجة في أسبوعين، لحد ما أخيرا شعري رجع لطوله الطبيعي. طبعا مع الاهتمام أنا بقى بستخدم السيرم ده، في منه بدايل كتير، مش لازم نفس النوع ده، عادي في منه بتاع الفيف، ما جربتوش بس الناس بتقول ان هو بدايل ليه. لكن جربت بتاع جيدو حلو قوي، ممكن تجيبوا كذا نوع عادي، مش لازم النوع اللي هو اعلى حاجة يعني. بصراحة بتاع جيدو انتوا لو قلتلهم مشكلة شعركم، قلتلهم عايزين سيرم او مجموعة كاملة لمشكلة شعركم، لا هيجيبولكوا، وهيجيبولكوا نوع حلو بجد هيقعد معاكم فترة كبيرة. فجيدو ممكن تبقى يعني هتنفع جدا كبديل لده. يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انا اكتر سبب اتشجعت ان انا عشان اعمل الفيديو ده هي نونا نور اللي كتبت الكومنت ده، بجد مع اهلي وصحابي وكده روحتي فين وكده، فانا رجعت تاني وهكمل معاكم لحد الدراسه، واستنوا فلوج مشتريات الدراسه والسبلايز واول يوم مدرسه وكل ده، عشان انا كمان متحمسه قوي. يا جماعه عايزه اقول لكم على تريك مش هتخلي يطلع لكم ريحه عرق تماما تماما، ولا هتعرقوا اصلا بسرعه. ان انتوا لما تبقوا في الشاور كده كده هنغسل جسمنا بغسول فيه ساليسيليك اسيد الاندر ارم، ولما نطلع ممكن نبقى نحط جلايكوليك اسيد بتاعنا فيرا او ديرمال ايا يكن. وانتوا خارجين ابقوا حطوا من انشانتر او باودر تاك دي على جسمكم ومزيل العرق بتاعكم، بس دي بهدلوا بيها جسمكم، بس ما تقربوهاش من الاندر ارم. الاندر ارم بيبقى عليه كده كده مزيل العرق. من الصعب جدا انكم يطلع لكم ريحه وحشه، خصوصا دي بجد بتخلي ريحه جسمكم فظيعه. او الباودر تاك اللي انا قلتلكوا عليها بجد تحفه، قلتلكوا نصيحه بمليون جنيه. يا جماعه عملت شعري، عايزه اقولكوا ان الضفاير من اكتر الحاجات اللي بتحافظ على الشعر، بس بتبين بره ان شعري قصير لما بشده لفوق كده، فما كنتش حابه اعملها، بس قلت لا تمام هعملها. عايزه اقول لكم انكم لو قبل ما تناموا عملتوا شعركم سرحتوه عملتوه ضفيره، واول ما تصحوا سرحتوه عملتوه ضفيره، تشوفوا النتائج تحفه 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 تحفه. من اكتر الحاجات اللي بتحافظ على الشعر، هي ما فيهاش اي مشكله غير ان هي بس بتعمل كسره بسيطه، وانا عجباني جدا الكسره دي. بس كده، هاخد الفيتامينز بتاعتي وهاخد شنطتي وهبقى اعمل لكم واتس ان ماي باج، وبس كده. المهم اني خرجت على طول، وعايزه اقول لكم ان انا محطتش اي ميك اب ولا حتى لحقت البس الاكسسوارز من كتر ما انا متاخره. وقلت برضه اعمل لكم واتس ان ماي باج، وكنت واخده هديه معايا يا جماعه. الهدايا القيمه دي بحبها قوي، وبحب قوي لما اكون فعلا بقدر الانسان اللي انا قدامي او اللي انا بتعامل معاه. وانا بوريكم الهديه، الفوم ده اتنطور في كل حته. المهم تعالى اوريكم واتس ان ماي باج. عامه الباج دي كانت معايا في البلد، عشان كده فيها حاجات كتير قوي، لكن انا مش بخرج بالحاجات دي في العادي. المهم ايفا هاند كريم ونضارتي وفيتشي ديودرنت.
واكيد طبعا منسيتش الايربودز بتاعتي، وعايزه اقولكوا ان انا على طول وانا خارجه باخد معايا البان بس كنت نسيته، واللاب جلوس ده تحفه، واخدته معايا طبعا برفيوم. البرفيوم ده تحفه تحفه تحفه، وعندي منه الحجم الكبير من كتر ما انا بحبه. اخدت اللاب لاينر ده، وده بلامبر، ومنسيتش البلاشر، وكنت ناسيه فرشة البلاشر. المهم اخدت اللاب ستين ده حلو قوي برضه، والصن بلوك. وعايزه اقول لكم ان انا اكيد ما باخدش الحاجات دي في العادي، بس دي شنطه كنت رايحه بيها البلد وما فضلتش ان انا افضيها. المهم الليب لاينر ده والماسكارا دي انا بعشقها، مع اني ما بحطش ماسكارا، بس لازم يبقى معايا ماسكارا افرض حد احتاجها او كده. وده اللي هو القلم الجليتر ده بحبه قوي برضو، والاي لاشز سيرم، واللاب جلوس ده، والفازلين ليب بالم دي. وزي ما قلت لكم الحاجات دي انا بجد ما باخدهاش وانا خارجه في العادي، بس واخداها عشان هي كانت معايا في البلد، فاهمين؟ والاتنين ليب لاينر دول والايلاينر ده. نصيحة مني يا جماعة، اول ما تدخلوا من باب البيت فضوا الشنطة بتاعتكم وحطوا كل حاجة مكانها. المهم اخدت شان ليب بالم دي فيها SPF، واكيد مع ده كله اكيد اخدت مراية منسيتهاش، ومبرد وملقاط زي ما قلت لكم دي كانت معايا في البلد. والهايلايتر ده هو هايلايتر كبير بس انا واخداه في دي عشان هو كبير قوي، والماسك ده، ودي توكة احتياطي، وبس كده. انتوا بجد مش متخيلين انا كنت متأثرة ازاي ان انا ما خرجتش باكسسوارز، لاني بجد بجد ما كنتش لابسه غير السلسله اللي انا بلبسها على طول وخلاص، فكنت زعلانه قوي. المهم وصلت المكان كان تحفه فوق التحفه بشويه، كان حلو قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم المكان كان تحفه قوي، بس الاجواء كانت عاليه ومعرفتش اصور لكم لاني كنت عايزه استمتع. كان في اسد اكيد اتصورت معاه يا جماعه وطبعت صور كمان، وكان في خيل اتصورت معاه وكمان ركبته، كان اكسبيرينس حلو قوي. وقضيت اليوم كان فيه تفاصيل كتير بس قلت هحكي هاي لكم ماي لما نروح. جلويز، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. الساعة 12:30، يعني عدى كتير جدا عن الصبح من ساعة ما كنت بكلمكم الساعة 6 أو 7، فوحشتوني. انا راجعلكوا بقى، انا موريتكمش الاوتفيت بس هوريكوا الاوتفيت ثواني، حتى لو هطلع على السرير عشان تشوفوه بس هتشوفوه. ده البنطلون ونهايته كده واسعة، ومن فوق مش ضيق بس يعني يعتبر ضيق، ولابسة التوب الكات وده. جماعة مع ان الساعة 12:30 بس انا عايزة اخد everything shower. قبل ما اخد everything shower جماعة لازم تروحوا تعملوا تحاليل. انا واحدة ما بخاف من الحقن والحاجات دي، فقعدت اجرب في فيتامينز لحد ما عرفت ايه اللي ناقصني، وكمان انا جسمي اصلا متبهدل انيميا ومش عارفة ايه، فالحمد لله قعدت اجرب في حاجات كتير لحد ما عرفت ايه اللي ناقصني. بس انتوا عشان تلخصوا على نفسكم المشوار اعملوا تحاليل على طول وخدوا فيتامينز، هتفرق معاكم جدا على المدى البعيد. خلصتهم اصلا، وكمان بقيت اخد فيتامينز لتطويل الشعر، تقوية الاظافر، وكمان خلت بشرتي فلتر. هبقولكوا عليها لما اخلصها، لما بقالي اسبوع ماشيه عليها. ويا جماعه اي فيتامين ناقصكم لو مشيتوا عليه في يومكم بجد هيفرق معاكم في المدى البعيد قوي قوي قوي. المهم ان انا حطيت حمام زيت على شعري وقلت اسيبه، وقلت اوريكم برضو الحاجات اللي انا بستخدمها. ده شامبو كلاري وكونديشنر كارسل، وانا على طول بستخدم برضو الكونديشنر بتاع كلاري، بس النهارده لا، هستخدم السكراب بتاع الفروه ده من كلاري. عامه كلاري مش ملحوظه الاساسيه. مهمه جدا، انا هستخدم ده من كلاري عشان انا مستخدمه حمام زيت خفيف اللي هو ده، هو خفيف خالص على الشعر فمش هيستحمل ان انا استخدم لوريال الفيف ده يا جماعه شامبو فيه سلفيت بينضف الفروه كويس قوي قوي قوي، فلما ببقى حاطه زيت زي زيت 108 عشبه مثلا بستخدمه، غير كده لا طبعا. وكمان لوريال الفيف ده اخره مره في الاسبوع لان السلفيت فيه كتير، هو بينضف بس بيدمر الشعر لانه بيشيل كل الترطيب اللي فيه، فشعري مش هيستحمل ان انا استخدمه على الزيت ده، فهستخدم السكراب ده قبل الشامبو وخلاص. عايزه اقول لكم حاجه، الزيت ده من الحاجات اللي انا كنت بستخدمها من 2018 او يمكن اكتر، قبل ما ينزل مصر اصلا وقبل ما مصر تعرفه. كانت ماما عندها واحده صاحبتها بتروح الهند فكانت بتجيب منه، فده من اسرار شعري وانا صغيره. انا مش قادره اقول لكم خلصت منه مثلا 30، احسبوا انتوا من اول 2018 كانت ماما بتعملي حمام زيت فده من اسرار شعري وانا صغيره. جماعة مجموعتي الأساسية هي جيدو بالفلفل الأحمر والجنزبيل، غير كده فدي اكسبشن. والنهاردة هستخدم صابون الضوافر والسكراب ده والليفة السيليكون طبعا. وهستخدم يا جماعة الغسول ده، انا بستخدمه لبشرتي، هو غسول بشرتي وبستخدمه لجسمي كله بالذات الاندر ارم تحفة. مش لازم النوع ده، ممكن تجيبوا اي نوع المهم يبقى فيه ساليسيليك اسيد. كان عندي مشكلة يا جماعة ان انا بجد ما بنتظمش تماما على غسيل الاسنان، كان ممكن اغسل اسناني مرة في ال3 ايام، يعني كنت بجد مهملة جدا. فجبت الفرشة الكهرباء دي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا
انتظم على غسيل الاسنان. فيها 8 مودات لكل انواع الاسنان بجد، وجيبوا اي نوع يا جماعه حتى لو فيها مود واحد طالما هتساعدكم ان انتوا تغسلوا اسنانكم بانتظام. انا بقيت بغسل اسناني مره الصبح ومره بالليل زي ما كنت زمان، وبجد فرق في اسناني جدا. حاليا دلوقتي المفروض نستنى ساعتين او اكتر، فقلت ارتب الاوضه. انا رتبت كتير جدا بجد قوي في الاوضه والمكتب والاوضه عامه والسرير وكده، رتبت كتير قوي. استراحة محارب بجد، تعبت قوي بجد بجد يا جماعة. رتبت التربو ده ورتبت التربو ده ورتبت المكتب وشلت الحاجات اللي على الارض وشلت الشنطة بتاعتي، شلت كل اللي فيها ورجعته مكانها اللي كنت خارجة بيها، وشنطة المدرسة لقيتها مليانة حاجات فضيتها طبعا، والتربو التاني والتربو اللي هناك اللي فيه السكين كير نضفت كل حاجة ونضفت السرير. فبجد لا تعبت ومكنتش ناوي اعمل ده كله. خلاص اظن كده كفاية يعني على شعري، فهدخل اخد شاور. انا خلصت الفيلم يا جماعة، كنت بتفرج على فيلم The School for Good and Evil، تحفة. انا اتفرجت عليه 700 مرة قبل كده، وهفضل اتفرج عليه لاخر الحياة. احلى فيلم في الدنيا بالنسبة لي، توب 1 في الافلام اصلا. بس هموت وانام هلكانة هلك مش طبيعي. توحشوني قوي، واستنوا الفيديو اللي بعد كده. باي. واكيد مش هطول عليكم تاني في الفيديو. اكيد لو عايزين تطلعوا في الفيديو اللي جاي او الكومنت بتاعكم يطلع، اكتبوا كومنت وانا هطلع الكومنت بتاعكم. باي. انا جيت نورت البيت. خدت everything shower بقالي اكتر من ساعتين في التويلت. الله بجد ده احسن everything shower في الحياة، تحفة. ايا يكن غسلت وشي بالغسول بتاعه، هقوم اعمل السكان كير بتاعي، انتوا كده كده عارفينه. هعمل النايت سكان كير، وانا كتبت الجورنالينج بتاعي، وكان في حاجه عايزه اعملها ومأجلاها بقالي فتره وعملتها. انا مش مصدقه نفسي تماما ان انا عملتها، وفرحت قوي لما عملتها. فعشان عملتها كمان كتبت في الجورنالينج في النهارده من احسن ايام حياتي. فبس هقوم اعمل الهير كير روتين بتاعي والسكين كير روتين بتاعي والبادي كير. اكيد اكتبولي في الكومنتس لو عايزين تعرفوا ايه هم. خلصت السكين كير والبادي كير، وجاي اقول لكم قبل ما ابدا في الهير كير، فده اكتر حاجه بتطول الشعر يا لهوي، وبالذات لو دمجتوه مع جولونج هناك. بس صراحه انا قررت ان انا اشوف الاول نتائج ده، لان أنا كنت في الاول بجرب ده مره الصبح وده مره بالليل، بس قررت ان انا اشوف نتائج ده لوحده ونتائج ده لوحده. رهيبه رهيبه رهيبه. يمكن ما شفتش من جولونج نتائج لوحده قد ما شفت من جوسك ده. تطويل وتتقيل وبيطلع شعر جديد، وبيخلي البصيلة نفسها القديمة ترجع لطبيعتها. ده احلى حاجة جربتها في حياتي، وحاجة بشوف ناس كتير بتعمل عكسها. يا اما تعملوا مساج بالحتت دي، وده اللي انا بلجأ له لاني ببقى مكسلة كده، مش ضوافركم لا صوابعكم نفسها الحتت دي، يا اما تعملوا مساج بدي. شايفين هي اصلا بتبقى فيها في الاخر كده زي دايرة كده بتخليها فعلا تجيب المساج نتيجة، لكن دي ابشع حاجه هتوقع لكم شعركم حرفيا، ما بتعملش اي مساج. وباين جدا الفرق ما بين دي ودي، مش هتكلم، باين قوي الفرق. وباين الفرق ما بين الواحده نفسها. يا ريت بلاش دي ونستخدم دي بعد اذنكم. باين جدا ان انا خلصت الهير كير، طبعا زي ما قلت لكم الضفيره بتحافظ على الشعر جدا، فعملت ضفيره. طبعا انا قلت لكم ان انا فطرت الصبح وما قلتلكوش خالص انا فطرت ايه، صح؟ طب فطرت ايه؟ فطرت وجبة متكاملة وبجد بتشبع لحد اخر اليوم، تنفع للي بيعملوا دايت بيخسوا بيتخنوا، تنفع لكل الناس. فطرت زبادي عليه معلقة بذور شيا ومعلقة بذور يقطين او قرع، الاتنين واحد بس الفرق مسميات. ده احلى وجبة في الدنيا وتشبعكوا لحد اخر اليوم، حلوة قوي فيها فوائد كتير جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو مش بتعملوا دايت تقطعوا عليها موز وعسل وكيوي وفواكه عامة وتحطوا عليها عسل، تحفة للفطار بجد فظيعة. ومع ذلك الفوائد والفيتامينز. بس انا عايزه اكل اندومي، فهروح اعمل اندومي بطريقتي الخاصه واقول لكم الطريقه اللي بجد طعمها فظيعه، وانا بحب اعمل اندومي بيها قوي. المهم يعني انا اعمل اندومي بالوصفه التحفه دي. هقول لكم على الحاجات الاختياري والحاجات الاجباري. انا عملت باللحمه، اعمليه باللحمه او بالخضار عادي. يلا بينا. هنجيب طبق صغير تاني ونحط فيه شطه اختياري، بصل باودر اختياري، توم باودر اجباري،
وبهارات الكبسة اجباري برضو، بهارات بطاطس اختياري، مرقة دجاج اجباري طبعا، وملح اجباري، وبهارات دجاج وبهارات لحمة. بهارات اللحمة اجباري، بهارات الدجاج اختياري، 7 بهارات اختياري، بابريكا وفلفل بابريكا او فلفل بابريكا على حسب اختياركم يعني، بس انا بالنسبة لي بابريكا احلى، وكركم اجباري، والبابريكا على فكرة اختياري، ورشة دبس رمان حتة بس صغيرة خالص واجباري. هوت صوص بشوف لو بتحبوا الشطة فهو لازم اجباري، لو ما بتحبوش الشطة فهو اختياري حاجة جدا. مهمة قوي 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 محتاجة اقولها، ان الحاجات اللي موجودة هنا مش لازم تحطوها كلها، وان في حاجات اختيارية وفي حاجات اجبارية، وفي حاجات حسب الرغبة ممكن تكون اجبارية ممكن تكون اختيارية على حسب الرغبة. زي الشطة، لو بتحبوا الشطة فهي اجباري، لو مش بتحبوها فمش لازم. فلو عايزين تعملوا الوصفة مش لازم تحبكوها على نفسكم، واعملوا بس الحاجات الاختيارية. واهم حاجة انكم تتبسطوا. لو عايزين تشغلوا فيلم وتعملوا اندومي عادي جدا وتشغلوا فيلم او تشغلوا مسلسلكم، المهم انكم تتبسطوا. واكيد مع كل ده مش بننسى نحط بهارات الاندومي مع الوصفة بتاعتنا. والمهم بنحط المية المغلية وبعدها نقفل على الاندومي بطبق، وبعدها نحط الشوكة والمعلقة عليه عشان يخلوا الطبق يقفل عليه ويسخن بسرعة، وسيبوه لحد الوقت اللي انتوا بتحبوه في الاندومي. في ناس بتحب الاندومي معجن، في ناس بتحبه مش مستوي قوي، في ناس بتحبه وسط، في ناس بتحبه مستوي، اللي انتوا تحبوه. وبعد ما يستوي هتقلبوه تقلبتين وتحطوا عليه وصفتنا، وبعدين تقلبوه تاني، وبعدين بالهنا والشفا. عملت الاندومي يا جماعه، عايزه اقول لكم ان طعمه طلع تحفه تحفه تحفه، وكمان اللي بيحبوا ميته هيعجبهم قوي قوي قوي، غني بالبهارات وطعمه فظيع. انا خلصت الفيلم يا جماعه، كنت بتفرج على فيلم The School for Good and Evil، تحفه. انا اتفرجت عليه 700 مره قبل كده، وهفضل اتفرج عليه لاخر الحياه. احلى فيلم في الدنيا بالنسبه لي، توب 1 في الافلام اصلا. بس هموت وانام، هموت وانام، هلكانه 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 هلك مش طبيعي. توحشوني قوي، واستنوا الفيديو اللي بعد كده. باي. واكيد مش هطول عليكم تاني في الفيديو، اكيد لو عايزين تطلعوا في الفيديو اللي جاي او الكومنت بتاعكم يطلع، اكتبوا كومنت وانا هطلع الكومنت بتاعكم. باي.